ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون يوميا مرتبط بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان في حفظ الإيمان وتقويته. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه أي إلى طريق الخير، كيف يسلك طريق الخير ولا علم له به، كيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات إيمانه، كيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرف. ولهذا ينبغي أن يكون له حظ يومي مع العلم. العلم الشرعي لا تدخله الإجازة، لا صيفية ولا غيرها. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في كل يوم يسأل الله